النهارده الخبر اللي قلب السوشيال ميديا شركة اوبن اي اي نزلت متصفح جديد اللي اسمه اتلس، وده معناه ان الذكاء الاصطناعي داخل ينافس جوجل منافسة شرسة جدا. يعني بدل ما تروح تدور على جوجل ممكن تسأل شات جي بي تي مباشرة وهو يجيب لك الإجابة من الإنترنت كله في لحظة واحدة بس. تخيل بقى ان ده ممكن يغير طريقة الناس في البحث تماما على الإنترنت. بس الأخطر من كده ان اتلس ده ممكن يأثر على مجالات كتير جدا هنا في أمريكا، خصوصا واهمها مجال الهجرة في امريكا. ازاي؟ دلوقتي اي حد بيدور على معلومات عن فيزا او لجوء او جرين كارد مش هيحتاج يدخل مواقع حكومية او يتواصل مع محاميين كتير زي زمان. هيكتب سؤاله في اتلس والذكاء الاصطناعي المدعم بشات جي بي تي نفسه هيديله خلاصة كل القوانين والمصادر في ثواني معدودة. وباي ذا واي في اكتر من 800 مليون مستخدم لشات جي بي تي في اللحظة اللي انا بعمل فيها الفيديو ده، وده معناه ان المنافسة عن المحتوى القانوني والهجرة في امريكا هتبقى اقوى من اي وقت قبل كده. المكاتب اللي كانت بتعتمد على ان الناس توصل لها من جوجل ممكن تفقد جزء كبير جدا من الزيارات دي، لكن في نفس الوقت الناس اللي تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي صح هتبقى قدام الكل بخطوات كتير. يعني مثلا محامي او باراليجل او شخص شغال في المجال القانوني او في مكتب محاماة هنا في امريكا بيعرف يستخدم شات جي بي تي كويس او اتلس المتصفح الجديد بتاعهم بشكل كويس علشان خاطر يجهز نماذج الهجرة او يفسر قوانين جديدة، هيكسب وقت ومجهود رهيب. وللاسف اللي مش هيتاقلم مع التكنولوجيا دي هيخرج بره المنافسه تماما في الفتره اللي جايه. كمان المتصفح الجديد ممكن يخلي المهاجرين نفسهم يعرفوا معلومات دقيقه اكتر، زي طبعا خطوات تقديم الملفات القانونيه بتاعتهم بدون ما يستنوا اي رد من حد. يعني باختصار اتلس مش متصفح عادي، ده ثوره جديده في طريقه الناس بتتعامل بيها مع المعلومات القانونيه والهجره في امريكا، وده هيخلي كل حد في مجال الهجره هنا في امريكا لازم يطور من نفسه بسرعه في استخدامه لشات جي بي تي. المستقبل دلوقتي بقى واضح جدا، اللي هيتعلم يدمج الذكاء الاصطناعي بتاعه في شغله هو بس اللي هيفضل واقف على القمة. انت دلوقتي قول لي رأيك في الكومنتات، هل شايف ان اتلس المتصفح الجديد بتاع شات جي بي تي هيكون خطر على مكاتب الهجرة والناس اللي شغالة في مجال الهجرة هنا في امريكا، ولا هيكون فرصة عظيمة للناس دي اللي هي عايزة تواكب التطور؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات دلوقتي، ولو بتتفرج للآخر شكرا جدا انك بتتفرج للآخر.